صباح الخير، صباح الفل، صباح الأمل، صباح جديد كله أمل وكله تفاؤل وكله حب. النهاردة أنا هعمل لكم سلطة البنجر وجايبها لكم خطوة بخطوة. ده كده البنجر بعد ما سلقته في مية بتغلي. بعد ما سلقتيه في مية بتغلي تجيبي منديل كلينكس كده وتروحي ماسكة بنجراية بنجراية، هتلاقي القشرة طلعت في المنديل بكل سهولة. وبعد كده تقطعيه بقى زي ما انت عايزة تقطعيه شرايح، عايزة تقطعيه. انا طبعا بفضل اني اقطعه مكعبات صغيرة كده. وطبعا بجيب العسل الابيض وبستعمله، بحط عليه بشوية ملح، شوية عصرة ليمونة، حوالي يعني على الطبق كده حلو كبير، حوالي ليمونة كبيرة، وحوالي معلقتين خل بس. وكلي احلى سلطة بنجر. لو حد عنده انيميا، لو عندك نقص في الحديد، طبق السلطة سلطة البنجر اللي زي ده مش قادرة اقولك جميل ازاي ومليان بالعناصر الغذائية المفيدة. لو ما عندكيش عسل حطي سكر، مش شرط يعني يكون عسل، هاتي السكر دوبيه في الخل وبعد كده حطيه وحطي عليه بقى الليمون وبس كده. بيبقى حلو برضو وشغال ومية مية. اهوت بص حضراتكم، انا بوريكم اهوت عملي. المنديل اهوت في ايدي وادي البنجرايه، بشيل القشره بالمنديل. بصوا سهل جدا وبسيط قوي تقشيره. يفضل انك تقشريه بعد ما يتسلق، ما تقشريهوش وبعد كده تسلقيه، لان بينزل كل العناصر الغذائيه اللي فيه في الميه.